ليه ربنا سمح لبعض الحيوانات إنها تنقرض؟ في آية في الكتاب المقدس بتقول: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2:17. إحنا عارفين إن بعض الحيوانات انقرضت وفي حيوانات قربت تنقرض. لازم نعرف إنه مش غلطة ربنا خالص إن الحيوانات بتنقرض، في الحقيقة هي غلطتنا إحنا، علشان إحنا صنعنا الخطية ضد ربنا. ربنا لما خلق الكون في البداية قال على كل حاجة إنها حسن جدا. الكون كان مكان ما فيهوش موت أو تعب أو خطية، لكن عصيان آدم وحواء على ربنا جاب الموت للعالم، وبدأ الكون كله يتغير حسب حكم ربنا وقضائه على خطيتنا. اليوم ده كان حزين جدا. الخطية غيرت كل حاجة، جابت معاها موت ومرض وتغيرات في الطقس والموارد البشرية وسلوك الحيوانات وكمان البشر. التغيرات دي وغيرها ساعدت في سبب انقراض كتير قوي من الحيوانات. بس خلينا فاكرين الخبر المفرح ده، إن ربنا وعد بإن كل حاجة هترجع مرة تانية للعالم المثالي في يوم من الأيام، ومش هتنقرض أي حيوانات، والبشر مش هيغلطوا تاني قدام ربنا.